ليه يا امريكا كده؟ يعني ليه اصحى من النوم الاقي ضرب للمنشآت النووية الإيرانية؟ ليه بندخل نفسنا في المشاكل بتاعة العيال الصغيرة؟ طب نخلي العيال الصغيرة يلعبوا واحنا من تحت لتحت كالعادة، وحاجات بالوكالة وبالراحة. انما احنا الناس الكبيرة كدول عظمى ما ندخلش نفسنا مع العيال الصغيرة. احنا كنا قاعدين على طاولات المفاوضات وان احنا بنتكلم مع الناس لان احنا ما نطورش البرنامج بتاع ايران. ليه بقى العيال الصغيرة تجرجرنا معاهم في سكك احنا مش عايزينها؟ انا بس بحمد ربنا ان ماما امريكا اكيد يعني مش بالجنون اللي يخليها تضرب البومب التكتيكي والبومب الاستراتيجي والبومب اللي هو الكبير قوي اللي هو العالم كله خايف منه. بس برضو في نفس الحين ان احنا برضو بنتكلم في ان هي اتجرت لصراع احنا مش عايزينك تخش فيه. انت برضو طالعة من افغانستان وطالعة من فيتنام مضروبة بالبلغ. خلينا واضحين عشان خاطر بس برضو الكلام يبقى واضح. انت حرفيا انت طالعه مضروبه بالبلغ، وحتى في العراق انت كان مكاسبك ماديه ومكاسبك سياسيه، انما جنود بتروح وحاجات انت برضو ما انتيش قدها. ليه بقى ندخل نفسنا مع العيال الصغيرين؟ حتى في مثل مصري بيقول لك، انا مش عارف اكيد ممكن ما وصلش امريكا، بس في مصريين هناك يقول لك اللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من الحاجات الغريبه. فاحنا كنا بنتكلم في اسبوعين، اتكلمنا في اسبوعين ومهلة اسبوعين في ان ايران تعيد افكارها، وان ايران تبدأ يا تستسلم يا وانتوا عارفين ان ده مش هيحصل. المشكلة ان انتوا عارفين ان ده مش هيحصل. فكان كنا نخلي نتكلم في ان العيال الصغيرة ندعمهم وايران بتتعامل. فاحنا دلوقتي مش عارفين رد ايران ايه. ما ممكن رد ايران يبقى غشيم. اتفضل بقى اتفرج على الضرب الايراني، الرد الايراني اللي هو ما تفهمش ممكن ايه اللي ممكن يحصل فيه. اذا كان في قواعد في الخليج، في دول الخليج اقرب منها للعيال الصغيرة، فاتفرج ممكن ايه اللي يحصل. عندك حاملات طائرات متمركزة. هنشوف العجب. هنشوف البعبع والقوة التي تهيمن على العالم. هنشوفها يعني بيتمسح بيها بلاط المحيط. فليه؟ وبلاط الخليج وبلاط البحار، هنمسح البحار. هنتفرج على ما هو لا يعني مش هيعجبك ولا يعجبني. انا كراجل عربي مش هيعجبني المنظر ده. وعمالين ننادي ونهاتي وتدادوا وتتحكوا في شرق اوسط جديد. في شرق اوسط ما تخلوا الشرق الاوسط حصل له حاجه؟ ما هو انت بتيجي الشرق الاوسط بتجمع لك بالمليار ولا بالتريليون ولا بالاتنين ولا خمسة وتمشي زي الباشا. خلي بالك الفلوس دي مش هتدايمالك، النفوس هي اللي دايمالك السيرة الكويسة، وانت سيرتك زي الزفت. فانت حاول تحسن من وضعك شوية، ميبقاش منظرنا نتفرج على الكبير وهو بيتمسح ببلاط الخليج والرخام. واللي برضه المشكلة ان يعني هقول ايه يعني في دول للأسف مننا وبتدعم وبتاع وبنسكت. فيعني ليه كده؟ اتفرج بقى يا عم على اللي هيحصل لك. يعني انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل. انا عن نفسي انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، وايه الجنون اللي ممكن يطلع، وايه الرد اللي ممكن يحصل. بس انا اتفاجئت بالضربة نطنز واصفهان
والمنشأة الكبيرة اللي انتوا صعب عليكم ان انتوا توصلوا لها، وهل هي ليها تأثير حقيقي ولا ما حصلش حاجة، ولا وفي حين برضو ان انت طالع من يومين يا عم ترامب بتتكلم في ان الدولة الصغيرة، ولاد العم، ولاد مش عايزين نغلط، ان هم عندهم مكاسب. احنا بنتفرج على ضرب من ناحيتهم عليهم، وحيفا وتل والكلام ده كله. احنا كشعوب عمالين بنتفرج عليها بقالها اسبوع ولا حاجة. بس انت بتتكلم بتقول ان هم كسبانين، فاحنا مش هنقدر نوقف اللي هم المكاسب اللي هم كسبينها. فليه ليه يا بابا ليه؟ هنشوف كده، احنا هنتفرج على الشرق الاوسط الجديد اللي انتوا نفسكوا فيه. هنشوف ايام ما يعلم بها الا ربنا. الايام الجايه هنتحدد ايه اللي يمكن يحصل وايه اللي ممكن يدور، وهنتفرج على ماتش ناري من كأس العالم للدول العظمى في ظل الحروب اللي احنا ما شفناهاش قبل كده. الايام الجايه هتبقى ولع نار. ربنا يستر علينا وعليكم، وخلي بالكم من نفسكم، وادعوا ربنا، وارجعوا لصلاتكم، واللي مزعلكم سامحوه، واللي انت مزعله اخليه يسامحك، علشان خاطر احنا مش عارفين الفتره الجايه رايحه على فين. ربنا يستر علينا وعليكم يا رب العالمين. كان معكم اخوكم الصغير محمود قطب في البرنامج اللي احنا بنفضفض فيه ومش عارفين اسمه. ربنا يستر عليكم وعليكم. السلام عليكم.